مذهبی اولی زمان چاند نتوان ورکرن وان کومن چتا ایشن گران به توایی جواک سوریه ده شاندن چتاین داعشه دنابرا سال 2011 دا 2014 دا به دهان باجار نافچه گند و مزر داگر کرنا اف داگر کرنا کو بوویتیه کی مزن چه بویم بو سدم بز هزاران گل ججه وار خو کوچبر ببن لهمبری هویتیه هری مزن و لهمبری هویتیه هری مزن چه بو سدم به حدیثات هزاران گل ججه وار خو کوچبر ببن سردم کچ و خورتن جحمود جواکا لسر خاکا سوریه دجین بریارا پارسنا ولات و نرخن مرواتیه کرنا اف بریار و برسیارتیه کی دیروکی بو اف بریار لسر ناو تواهی مروواهیه گوت پارسنا نسنامه خدا به اصرار هاتا گرتن اف بریارا دیروکی به باوری جسارت و هیوی و وینا گلان هاتا دیتن ام وکن هزه پاراستن تواهی گلن سوریه وکی همو گلن لحرم دجین برسوا کودان وان ایریشان شر پاراسنا روا بو شر کومل همبری همو کومن چتا مشان لسر بنگاه هشمندیا ماف خو پاراستنه بو شروان ما د همو سنگر شر دا هات مشاندن اف ماف بفدکاری و کدکی به هم با بجه آنین گل ما بدو دلی به حساب اولادن خود دیاری هبونا شورش آزادیه کرن مد اغرا ماف خو پاراستنه دا به هزاران شهید بریندار و گازی دان افش بو تواهی گلن سوریه جه و روژاوای کردستانه جروژا کو بریارا بخو خو پاراستنه دان و په و دولتا ترک به هر جوره ایریشن دولتا هولدانا شورشا گلتونه بگه به دهان جاران اثبات بکو دولتا ترک دستک دده چتین دایشه دگلک دی تکا چکان لوجستیک کادرو هر وها دده چتین دایشه بتک برنا رخصنا هری مزنیت ترور دایشه دولتا ترک دبن ناو سدمن جدا دا ایریش دستکفتین گل مکر ایریش او داگر کرنا عفرینه هر وها داگر کرنا دولتا ترک یا در و جدای سوریه نشان داده کو دولتا ترک دکور کرنا آلوزی و درش کرنا شر لسوری دا به اصرارا آرمانجا دولتا ترک داگر کرن و تالان کرنا دستکفتین گل میا یا دولتا ترک د شخص گل کردا دجمناهی کیل همبری تواهی گلن باکور و روشلات سوریه دولتا ترک بوان ایریشن زمین نوج چتاین داعش روید که هاو دده تمن وان کماند درش بکه ام وان سر بتا آوای قبول ناکن جهان ارمانجا ایریشن دولتا ترک لسر باکور و روشلات سوریه چیه باش دزانه جبوناوی ام دبیجن دسری دا ریخستنین مافین مرو برسوه بدن جنگل ما چاود دمن بوری دا کد و فداکاری مزین نشان نتاو ناسنامه و باوریان دکن رحکی هفگرتی ملی خو بدن هف و دنگ خو لهمبری وان ایریشان دولتا ترک بلند بکن لهمبری وان ایریشان دولتا ترک رول و برسیارتیه کی مزن دکوه سر ملی جوانا ام دوی بیر و باوریه دانا کو همو جوانن ما به هشمندی و به سکنکی شورشگری تفگرن و بر خو بدن انین برخودانه ام وکی مجلس هرما جزیره د داوید ام جارکی دند بیژن ام وکی هزن پاراستنی آمدن ولات خو نرخ او دستکفتین گل خو بپارزن گرد اوغرا و پاراستنی دا بردل و جان مجی بچه ام آمدن گل خو جگل خو را فدا بکن
شهدت جميع شعوب سوريا منذ عام 2011 حربا قاسية وشديدة، وارتكبت خلالها مجموعات المرتزقة وبسميات مختلفة أعمال شنيعة بحق جميع أقسام المجتمع. فقد قامت هذه المجموعات بالهجوم على المجتمع السوري بأكمله دون التمييز بين الطبقات والمذاهب والأديان واللغات والثقافات أو الأقوام، كما قامت مجموعات المرتزقة وداعش بين عامي 2011 و2014 باحتلال العشرات من المدن والبلدات والقرى. وقد تسبب هذا الاحتلال البربري بتهجير مئات آلاف من الشعب من موطنهم، ولذا أعطى شباب وشابات من جميع المجتمعات التي تعيش على تراب سوريا قرارا بحماية الوطن والقيم الإنسانية ضد هذه البربرية التي لا مثيل لها في التاريخ دون الاعتماد على القوى الخارجية. وقد تم أخذ هذا القرار نيابة عن البشرية التي تصر على حماية هويتها، كما تم أخذ هذا القرار التاريخي النابع من إيمان وجسارة وأمل وإرادة الشعوب. كان ردنا نحن كقوات حماية جميع شعوب سوريا وكجميع شعوب التي تعيش فيها المنطقة على هذه الهجمات هو الدفاع المشروع، والحرب التي حضناها ضد تلك الجماعات المرتزقة كانت على أساس فكرة الدفاع الذاتي. وقد قام مقاتلين بخوض هذه الحرب في جميع الجبهات بروح فدائية ومهمة لا مثيل لها، كما قام شعبنا وبدون تردد وبدون حساب بتقديم أولادهم كهدية لوجود ثورة الحرية. لقد قدمنا آلاف الشهداء والمصابين والجرحى فداء لحق الحماية الذاتية، ويعتبر هذا الأمر كرامة ونصر لكل شعوب سوريا، كما كانت أمل وانتصار لا مثيل لهما من أجل البشرية جمعاء. منذ أن قررت شعوب شمال شرق سوريا وغرب كردستان بالدفاع عن أنفسهم، حاولت الدولة التركية من خلال شتى أنواع الهجمات أن تبيد ثورة الشعوب. فقد أثبت العشرات المرات أن الدولة التركية تساعد مرتزقة داعش، وقد ظهر الدعم التركي لمرتزقة داعش بالسلاح والأمور اللوجستية والكوادر وإلى آخره من خلال الصور والوثائق. وبعد هزيمة التنظيم الأكثر إرهابا مرتزقة داعش، هاجمت الدولة التركية بأسماء وأسباب مختلفة المكتسبات التي اكتسبناها. يشير الهجوم على عفرين من قبل الدولة التركية واحتلال عفرين والعديد من المناطق السورية إلى أن الدولة التركية مصرة في تعميق الأزمة السورية وأطالة أمد الحرب. فالدولة التركية تهدف إلى احتلال أرضنا والقضية للشخص الشعب الكردي هو أعداء جميع شعوب شمال شرق سوريا. تسعى الدولة التركية من خلال هذه الهجمات إلى فتح أراضي جديدة لمرتزقة داعش، كما تسعى إلى طالة عمر هذه المجموعات. أننا لا نقبل بأي شكل من الأشكال هجمات الدولة التركية والأشخاص المساندة لها. فالعالم أجمع يعرف تماما المعرفة هدف هجوم الدولة التركية على شمال شرق سوريا، ولذا نهيب منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بضرورة اتخاذ موقف مضاد لهجوم الدولة التركية، وكل من يقف مكتوف الأيدي في وجه هجوم الدولة التركية يعتبر مساعد ومساند لها. وعلى هذا الأساس نجدد قولنا للعالم أجمع بأننا لن نستهدف الدولة التركية، ولكن إذا ما أصرت الدولة التركية في الهجوم علينا واحتلال أراضينا فإننا سنستخدم حقنا في الدفاع المشروع حتى الرمق الأخير، كما أننا مستعدين لصد أي نوع من الهجوم. وعلى هذا الأساس نقول إن شعبنا الذي قدم تضحيات لا مثيل لها في الماضي اليوم أيضا سيقوم بما يتطلب منه بروح فدائية لكي يصد الهجوم التركي. أننا نناشد جميع الأمم والهويات والمعتقدات أن يقفوا صفا واحدا في وجه الهجمات التركية وأن يرفعوا صوتهم عاليا ضدها. الدور والمسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الشباب في صد هجمات الدولة التركية، وأننا نؤمن بأن شبابنا سوف يتخذ موقفا ثوريا وسوف يتجه إلى جبهات المقاومة وساحات القتال بروح ثورية. وفي الأخير نكررها مرة أخرى، نحن قوات الحماية مستعدون أن نحمي وطننا ومكتسبات شعبنا، وإذا ما كان ثمن هذه الحماية هي أرواحنا فإننا مستعدون لأن نفديها لشعبنا. القيادة العامة للمجالس العسكرية الحسكة 9/10/2019